جودر اتنين ده واحد من المسلسلات اللي انا اصلا مستنياها من رمضان اللي فات، اللي هو رمضان اللي فات وهو بيخلص، اللي هو لا يا جماعه معلش كملوا لي المسلسل دلوقتي في اللحظه والثانيه. لان انا كنت شايفه ان هو فعلا من المسلسلات المهمه جدا جدا، سواء على مستوى الكتابه، على التمثيل، على مستوى الجرافيكس كانت هايله. لا ده المرة دي بقى انا شفت ايه. شفت التريلر؟ شفت تنين في تنين. جيم اوف ثرونز، وشفت جلاديتورز، حلقة كده، حلبة مصارعة فيها مبارزة. لا ده المرة دي هم عايزين ينقلوا الليفل ابعد. انا اصلا المسلسل ده بتاع الجزء الاولاني، انت عارف ان هو اترجم للغات مختلفه منهم الروسيه، وكان ليه جمهور بيتفرج عليه. لا هو فعلا مسلسل متعوب عليه جدا. اكتر مسلسلين عجبوني في رمضان اللي فات مهم. الحشاشين وجودر. ليه؟ لان هم نقلوا الصناعة في لحته حتة تانية. تانية. دي حاجة احنا كنا مفتقدينها. وعلى مستوى التمثيل انا بحب حقيقي تمثيل ياسر جلال، لان هو ممثل موهوب جدا، مجتهد مختلف. وهو طلع لك هنا بشخصيتين، جودر اللي بيخش عالم الظلمات، وفي نفس الوقت هو شهريار اللي خلاص بقى شهرزاد قاعده جنبه بتحاول تخلص له الليله واللي فيها. نور اللبنانيه طالعه فيها بشخصيه مختلفه. ياسمين رئيس اللي ساعات بتسيب معاها وساعات بتخيب، بالظبط. هنا هنا صايبة فعلا. هنا صايبه هنا فعلا ودورها الدور لايق مختلف. عليها ان جدا في الدور. فانا متحمسه وانا جدا جدا برضو للمسلسل. دي من المسلسلات اللي هضيفها في البلاي ليست انا بتاعتي. هتابعه من اول ما هينزل، يعني يعني لا حتى أنا استاذ انور عبد المغيث كتابته ليه مختلفه. شفنا اعمال كتير تناولت قصه الف ليله وليله، لكن ما حدش كلمنا عن جودر. لا هو فعلا مسلسل مستبشر منه خير. وانا كمان.